كل عام والجميع بألف خير بمناسبة مولد النبوي الشريف، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كيكتنا بهاي المناسبة تابعونا لآخر الحلقة. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. رح نستخدم 450 جرام بيض. نحن نستخدم كله على الميزان. البيض لازم يكون بحرارة الغرفة، ما بصير استخدامه مباشر من البراد. رح نضيف 225 جرام سكر، السكر عادي. رح نخلطه بأي عجان أو خلاط لحتى يصير الخليط كريمي. ما في زمن محدد، يمكن 10 دقايق، يمكن أكتر، يمكن أقل، حسب كل خلاط. المهم يصير الخليط كريمي. رح نضيف بشرة ليمونة وفانيلا وخل أبيض ورشة صغيرة ملح. صار عنا خليط كريمي. الطحين رح نستخدم 200 جرام طحين، رح ننخلهم، ورح نضيف كاكاو 25 جرام. في حال ما بدكم يا له كاكاو بس طحين بنستخدم 225. رح نضيف معلقة بيكنج باودر حوالي 8 جرامات. التخليط باليد على دفعات الطحين. أول شي السطح نخلطه، بعدين من الأسفل للأعلى لحتى يمتزج كل الطحين، والطحين بنضيفه على دفعات. طبعا الفرن مشعول مسبقا. على الرف الوسط رح نحط الكيك. هون انتهت مرحلة مزج الطحين مع المكونات. أنا استخدمت صواني قياس 30 في 40. بإمكانكم تستخدموا أي نوع صواني. أنا بحب استخدمه بيكون بشكل شرائح الكيك. بتقدروا تستخدموها مدورة وتقصوه كمان شرائح، ما في مشكلة أبدا. رح نحطهم على الرف الوسط، حرارة 190. بياخد حوالي 20 دقيقة بس نطلع عليه، يمكن أقل. أنا بالفرن الغازي بياخد 8 دقايق وبالكهرباء 20 دقيقة، فلازم ننتبه على هالناحية. هلا بدنا نعمل الكريمة. أخذنا مبشور الشوكولا و200 جرام، أضفنا له 200 جرام كريمة سائلة سخنة. خلطناهم على مهلهم وحطيناهم بالبراد. استخدمنا بودرة الكريمة 250 جرام، وضفنا لها 350 جرام ماء بارد، ورح نخفق بالخلاط. هاي الكريمة مشان نحشي الكيك. طلعنا الشوكولا من البراد ورح نضيفها على دفعات على الكريمة، واحتفظنا بقسم لحشي الكيك. يعني من صوص الشوكولا احتفظنا بقسم. الشرائح الكيك بعد ما بردت هي شكلها هيك بيكون بهذا الشكل. رح ننزع منها ورق الزبدة. طبعا الصواني بده يكون لها ورق زبدة، ما بصير نستخدمها رأسا على الصينية. الكيك بتقدروا تحطوه بقالب مدور، بتقدروا ما تصبوه شرائح، بعدين تقطعوه لقطع. بس أنا بعطيكم الطريقة اللي بنستخدمها، طريقة سهلة وبطلع أطيب الكيك. هلا رح نقطعه لدوائر. إذا ما عندكم القالب اللي عم بستخدمه بتقدروا أي دويرة ترسموها الحجم اللي بدكم إياه وتقصوا. طبعا هدول القطع الصغيرة عم بتقولوا لي شو هنن. رح نستخدم كل الشريحة، وهلا بنفرجيكم شلون نستخدم باقي القطع. يعني ما بنكب معنا ولا قطعة كيك.
هاي حطينا أول طبقة. رح نسقي بقطر خفيف، وبتقدروا تسقوا بعصير. رح أكتب لكم مقادير القطر الخفيف. هلا حطينا أول طبقة كريمة، رح نحط الشريحة الثانية من الكيك، كمان رح نسقي بالقطر. وكريمة رح نحط طبقة ورا طبقة لحتى يخلصوا شرائح الكيك اللي عنا. أنا صورت لكم جزء من الشغل. هلا رح نستخدم المقسومات بهالطريقة، ما ببينوا لا بالقسم ولا بظهروا. هيك بنستخدم قطع الكيك. هلا بنسقيهم بالقطر وبنحط فوقهم الكريمة، ووقت قسم الكيك نهائيا ما بظهروا. هون رح نستخدم صوص الشوكولا اللي كان عنا من البداية. بتقدروا كل طبقة تحطوا كريمة وصوص شوكولا، بس أنا برأيي يعني طبقة طبقتين كافي. حطينا شريحة تانية من الكيك. هلا هي آخر طبقة بنحطها بعكس الكيك. هون بيكون نهينا طبقات الكيك، تقريبا حط عنا هون 6 طبقات كيك. كمان منسقي ورح نحط الكيك بالفريزر، يفضل لتاني يوم. الكيك يفضل انه يبات ليلة بالفريزر. بعد ما طلعناه من الفريزر بنقلبه. التزيين دائما بيكون على الطرف الثاني. هدول زوائد الكيك عم نشيلهم. ورح ندهن الكريمة. في حال ما عندكم من القالب اللي استخدمنا لتطبيق الكيك، بتقدروا تطبقوه من دون قالب. هلا عم نمد الكريمة بالسباتيول. بدنا نمد الكريمة، حخليه يكون سباتيول كبير عشان يساعدكم بالشغل. واخر طبقة تنعيم بنحط مي سخنة للسباتيول عشان تتمسد معنا كل الكريمة. هي اخر مرحلة من بعد ما نضيف الكريمة. بنحط على السباتيول مي سخنة ومنمسد. هلا هيك ومنمسد ومننظف كل الاطراف. نزينه. انا اخترت هالطريقة الزينة. عم بصف نوع من البسكويت الشوكولا. طبعا الزينة حرية شخصية، كل واحد كيف بيحب يزين قالب الكيك، بس انا عم بفرجيكم طريقة الكيك اللي عملتها على عيد مولد النبوي. رح أمد عجينة سكر أو لوز على سطح الكيكة.
بهالشكل حطيناها، لأنه بدي أحط حبات الملبس اللي معروفين هدول خصوصي لعيد المولد النبوي حتى ما يتنزعوا كريمة، بس بدكم تضغطوهم شوي لحتى يثبتوا على سطح الكيكة. نحن معروف عنا بحلب انه هذا الملبس خصوصي لعيد مولد النبوي بنستخدمه. وهون بتكون حلقتنا خلصت وكيكتنا خلصت، وصحة وهنا للجميع، وبتمنى تتابعوا دائما وصفة مطبخ فانيلا سويت. ولد الهدى فالكائنات ضياء. وهي قلب الكيكة